صباح الخير عليكم. تعالوا بقى اشربوا معايا القهوة كده، وتعالوا اوريكم بقى النهارده تاني يوم من صباح نوة الكرم، واللي انا صورتها لكم، وطبعا ممتدة معانا 3 4 ايام كده. وعلشان الجو برد جدا في اسكندرية، فلازم الاكل بقى يبقى ملائم للجو ده. شايفين الستاير بتتحرك ازاي من كتر الهواء؟ هي يعني جاية بعواصف وبرق ورعد، ونوة اسمها نوة الكرم، وهي كريمة فعلا. تعالوا اقول لكم بقى انا عملت ايه الاكل اليوم ده. شاركوني غدايا النهارده لما لقيت الدنيا برد بقى، فقلت لازم شوربه. طب شوربه ايه؟ اما فتحت التلاجة عندي في الديب، لقيت بقى كيس كده فيه كابوريتين بالظبط وجمبريتين كانوا بواقي. فقلت طبعا ايه شوربه السي فود جميله جدا في طبعا الجو اللي احنا فيه ده. شوربه سخنه كده تدفينا. وعايزه اقول لكم بقى، شوفوا البهاريز وشايفين شكلها وشايفين مدى السمونيه بتاعتها. ويعني سبحان الله، فعلا كانت بركة. تعالوا بقى اقول لكم عملت ايه، وعملت الشوربة الجميلة دي ازاي. اول حاجة كده بقى المادة الدهنية بتاعتك بقى، ونزلت بالبصل شوحته، وادي الكابوريتين والجمبري اللي كان موجود في الكيس اهو. بوريهولكوا بقى وانا بقى بغسله، وكمان هنقعه نص ساعة كده في الخل. تمام، عشان زفرته نص ساعة مش اكتر. وكملت كده التشويح كده. تمام، وهجيب دلوقتي كمان لقيت كيس صغير كده برضو بواقي من ام الخلول. فقلت بقى ايه غسلتها كده برضو بالميه والخل. وطبعا ايه صفيتهم علشان عايزه اشوحهم مع البصل. تمام، وادينا اهو بشطفهم كده من الخل. ورحت بقى ايه نزلت بقى ايه على الحله بتاعتي، وفي على البصل بقى، وقعدت اشوحهم بقى لحد بقى ايه ما لونهم كده بقى اورنج. اللون بقى ايه الجميل بتاع الكابوريا والجمبري لما بيتشوحوا. نزلت بقى كمان شوحت معاهم شويه الملخلول دول. تمام، كل ده هيديني طعم وتست حلو قوي. وكمان نزلت بقى بشويه ملح كده، وشوية من الكزبرة كده معلقة، وكمان معلقة من أو نص معلقة تقريبا من الفلفل الأسود، ومعلقة من الكمون. وقلب قلب قلب كده. ونزلت بقى بطماطميتين كده مقطعاهم على فلفلتين رومي. تمام، وقلب قلب. ونزلت طبعا بالمية كده، وكمان كركم. وكان كمان عملت فصين 3 كده من التوم مبشورين. تمام، معلش انا ما لحقتش بس اصورهم. وكمان كان عندي بقى شويه من اللي هو السمك البلطي الصغير الجميل المسكر ده. رحت جبت بقى ايه طبق، وحطيت فيه شويه توم كده، وحطيت فيهم شويه كمون، على طبعا ايه ملح، على فلفل اسود، على كزبره. وعصرت عليهم ليمونه، وتبلت بيه السمك. تمام، وقليته. هنا بقى كنت خلاص بقى خلصت الشوربه. وحطيت بقى يعني على السفرة زي ما انتم شايفين بقى كده. كانت شوية شوربة معتبرة، ومش بكمية الحاجة يا جماعة، أهم شيء البركة. و تقولي كده لما تخافي ان الحاجة ما تقضيش، تقولي بسم الله. واللهم اللهم هذا رزقنا وما له من نفاد يا جماعة. وده دعاء كده تقوليه علشان الحاجة يبقى فيها بركة وخير، ومش بالكمية أبدا. وسبحان الله، يعني كانت أجمل يعني شوربة سي فود طلعت معايا، برغم من اني الكابوريا هما 2، والجمبري ما كانش كتير برضو، كان 2 أو 3 تقريبا. وطلعت معايا شوربه والله. عايزه اقول لكم ان انا بدبلج بعد 3 ايام من النزول، يعني من ما انا صورت. فعايزه اقول لكم ان هي قعدت 3 ايام والله، ولسه الباقي في الثلاجه. واهم شيء الخير والبركه في بيوتنا، والرضا. واحبابي طبعا انتوا عارفين الغدا وجب بقى دلوقتي. ميعاد القهوه كان لازم بعد ما نتغدى. الغدوة دي كمان تقيلة شوية. فطبعا ايه نعمل بقى القهوة الحلوة. وتابعوني في غدوة جديدة وقهوة جديدة أحبابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.